عندما شاهد المؤسس الشريك لشركة كروكس أول نموذج للحذاء سنة 2002، كانت الكلمة الوحيدة اللي خرجت من بقه إن هذا الحذاء قبيح جدا. ومع ذلك وبطريقة ما قدرت تلك الأحذية القبيحة إنها تعمل شركة عالمية بمليارات الدولارات. مش بس كده، ده تم ارتدائها من عدة مشاهير عالمية، وحتى ظهرت على مجلات الموضة في باريس. والسؤال هنا، ازاي 3 من المؤسسين ما عندهمش اي خبرة في صناعة الأحذية قدروا ان هم يبنوا شركة أحذية ناجحة وتوصل للعالمية؟ ودي المفاجأة والحقيقة الغير معروفة عن كروكس. اهلا بيك، انا حسام محمود ودي قناة هانيمان. ولو انت جديد في القناة فاحنا هنا بنقدم قصص حقيقية عن الشركات وعالم البيزنس. مؤسسين شركة كروكس هما جورج بوديكار وسكوت سيمنز وصديقهم المقرب ليندن هانسن. سنة 2002 ليندن كان بيمر بفترة صعبة جدا، وده لأنه كان بينام على كنبة عند صديقه بعد ما انفصل عن زوجته وبعد ما فقد وظيفته اللي كان محترف فيها، واللي هي تسويق أجهزة الكمبيوتر. وفي نفس الوقت تقريبا توفت والدته بسبب السرطان، وبدأت مشاكل ليندن تزيد يوم بعد يوم. كان جورج بوديكار وسكوت سيمنز صديقان مقربين لليندن، وقدروا يشوفوا ان ليندن محتاج جدا لبعض الترفيه والاسترخاء. عشان كده رتبوا رحلة للإبحار هما ال3 لشاطئ الكاريبي، محاولة منهم لتحسين حالة ليندن النفسية. أما سكوت فكان مخترع ناجح وعنده عقلية مميزة، وجمع ثروة متوسطة من تطوير وبراءة اختراع منتجات كتير. ولما وصل لعمر ال 48 قرر إنه يتقاعد، بس كان شغال على تطوير آخر منتج. وخلال الرحلة اللي عملوها ال3 أصدقاء طلب سكوت من ليندن وجورج تجربة زوج من الأحذية مصنوعة من مادة مطاطية عادية، وده لأنه كان شغال على تطويرها بعد ما شافها في متجر وهو في رحلة عمل في كندا، واللي قدر يطورها وصنع حذاء ما يكونش مصنوع من البلاستيك أو المطاط، بل مصنوع من مادة خاصة مقاومة للروائح والمية وغير قابلة للانزلاق على أي سطح، وكمان بتتشكل بشكل مريح للقدم. وكانت المشكلة الوحيدة اللي شافها سكوت في تصميمه بعد جميع الخواص الجبارة دي هي عدم وجود شريط خلفي للحذاء. وبالفعل أضاف سكوت شريط من الخلف ليكتمل مميزات الحذاء، وبعد ما طورها صنع النسخة الأولية من الحذاء. وكان حلمه إن هو يقدر يوزع الإصدار الجديد من الأحذية دي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكمان يلاقي مستثمرين بمبالغ كبيرة. قدم سكوت بحماس اختراعه للأصدقاء ليندن وجورج، وعلى الرغم من ثقته بإن الأحذية دي هتتباع وتحقق نجاح كبير، لكن كان جورج وليندن متشككين جدا في المنتج، وده كان بسبب إن الأحذية شكلها قبيح جدا، وده طبعا من وجهة نظرهم. وبعد قضاء بعض الوقت وهم مرتديين الحذاء اثبت لهم الحذاء انه خفيف الوزن ومريح جدا، بالاضافة لمزاياه المتعددة. ومن هنا غيروا رأيهم تماما، قرروا الدخول في شراكة تجارية مع بعض وسموا الشركة كروكس. كروكس هنا بتعني التماسيح، واللي بتعبر عن منتجهم، وده لأن التماسيح يمكنها أن تعيش في البر والبحر وتتحمل كل الظروف. اما جورج فكان راجل ناجح جدا في مجاله، نشأ في طفولة صعبة لكنه بدأ العمل في جامع العشب وهو في العاشرة من عمره، ثم أصبح رياضي بارز وحصل على منحة جامعية. وبعد التخرج شغل منصب تنفيذي في سلسلة مطاعم ويزنوس، وبعدها امتلك أكتر من 100 فرع في دومونز بيتزا. الأصدقاء ال3 كان عندهم قدر معقول من الخبرة في مجال الأعمال، بس المشكلة الوحيدة إن محدش فيهم كان يعرف أي حاجة عن سوق الأحذية. وكانت أولى خطواتهم في المشروع الجديد هي وضع خطة لتوزيع الأحذية إن هم يقدروا يسوقوه في أمريكا. وطبعا قاد ليندن الخطة التسويقية، وده لأنه عنده خبرة كبيرة في مجال التسويق. ومن الناحية التانية عمل سكوت على تطوير المنتج، أما جورج استثمر مبلغ كبير من المال لبدء المشروع. وال3 أنشأوا مكتب وطلبوا أول شحنة من المنتج من المصنع، وبدأوا إن هم يفكروا في إن هم إزاي هيبيعوا الأحذية دي، ولأنهم كانوا واثقين إن الأحذية دي مفيدة على أسطح القوارب لأنها مش بتنزلق وكمان مش بتتأثر بالمية. فتوجهوا لمعرض قوارب في فلوريدا سنة 2002، وكانوا معتقدين ان غرابة المنتج ومميزاته هتصير فضول المشترين لتجربة. مع اول تجربة هيحسوا بالراحة وعملية المنتج اللي بيوفرها الحذاء. كانت احدى استراتيجياتهم ان هم يقنعوا اصحاب معارض القوارب ان هم يجربوا الحذاء، ولما كان حد من اصحاب المعارض بيوصف الحذاء بان شكله قبيح كانوا بس بيطلبوا منه
انه يجرب. وبالفعل نجحت الخطه بشكل مذهل، وقدروا ان هم يبيعوا 200 زوج من احذيه كروكس في اكتر من معرض يخص السفن والمراكب. بس الثلاثه اللي اسسوا منتج كروكس ما كانوش يتوقعوا ان عدد كبير من العاملين في صناعات اخرى هيكتشفوا ان كروكس مثالي جدا لطبيعه عمله، مش بس للقوارب، ده كمان للمستشفيات والمطابخ واي مكان كان بيقف فيه العاملين على اقدامهم لساعات طويله. في المرحله دي بقى ما كانش عند مؤسسين شركه كروكس اي فكره عن حجم الشركه العالميه اللي كانوا على وشك بنائها، بس بداوا يحسوا ان هم لمسوا وتر النجاح، واكتشافهم لفجوه في السوق لم يتم استغلالها، واللي هي مميزات المنتج. استمرت كروكس في النمو بمعدل ثابت، رغم ان بعض النقاد وصفوا النمو السريع ده بانه هو موضه مؤقته مسيرها الفشل، ومع ذلك لم تفشل شركه كروكس، وباعت الشركه 76 ألف زوج من الأحذية في عام 2003. وخلال عامين 2005 و2006 ارتفعت ايراداتها بنسبة 226%. واحدة من الحركات الذكية اللي قام بيها الثلاث مؤسسين كانت الاستحواذ على شركة فوم كرينشز، وهي الشركة اللي بتصنع مادة الكروسايت اللي بيتصنع منها حذاء الكروكس، وبالتالي حصولهم على الحقوق الحصريه للماده المصنعه. وقدروا كمان ان هم يطوروا اسلوب فريد للتوزيع واعاده التخزين، والاسلوب ده ما كانش شائع في صناعه الاحذيه وقتها، واللي عملوه ان هم سمحوا لتجار التجزئه بشراء عدد قليل من الاحذيه يصل ل 24 زوج فقط، واعاده التوريد عند نفاذ الكميه. والاسلوب ده خفف من المخاطر على التجار وادى لانتشار الاحذيه في جميع المتاجر بجميع الاحجام. على الرغم من ان كتير ما عجبهمش مظهر كروكس، الا ان شهرتها بالراحه والتميز ساعدتها على الانتشار، ولحد ما اصبحت حديث الجميع، ومن هنا توفر لهم دعايه مجانيه. ومع ارتفاع الطلب طرحت شركه كروكس اسهمها للاكتتاب في عام 2006 وجمعت 239 مليون دولار، مما جعلها اعلى شركه اكتتاب عام لشركه احذيه، وبلغت قيمتها السوقيه اكثر من مليار دولار. النجاح والنمو السريع ده ارهق جميع المؤسسين واثر بالسلب على نمو الشركه، وبدا التاثير الاكبر يبان على جورج بوديكر. وفي سنه 2006 بدات الشركه تشاهد احداث مظلمه. بعد أشهر قليلة من طرح الشركة للاكتتاب العام، أجرى جورج مكالمة غريبة مع ليندن، وقال وفقا ما ورد في تقرير الشرطة: سأمحي أثرك لدرجة أن لا أحد يعثر عليه. وبعد حوالي 20 دقيقة ذهب جورج إلى المكتب وهدد ليندن مرة أخرى. لم يتضح السبب الحقيقي وراء تهديد جورج لليندن، لكن كان هناك تقارير عن خلافات بينهم وعن سلوك جورج الغير مستقر في تلك الفترة، سواء في المكتب أو في الخارج. وبعد سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل، أبرزها عام 2012 عندما أوقفته الشرطة بسبب قيادته تحت تأثير الكحول، وادعى أن صديقته المغنية تايلر سويفت هي اللي كانت بتقود السيارة، رغم أنه كان لوحده تماما. تمت إزالة جورج من مجلس إدارة كروكس، ومع مرور الوقت أصبح اسمه محظور الذكر في الشركة. بعد ابتعاد جورج عن منصب المدير التنفيذي، تولى المنصب رون سنايدر، وهو نفس الشخص اللي استضاف ليندن عندما كان في أدنى لحظات. رون سنايدر قاد كروكس عصر جديد من النجاح، وخلال سنواته الأولى كمدير تنفيذي وسعت كروكس طرازات أحذيتها وزادت إيراداتها، واستمرت أسعار أسهمها في الصعود كما توسعت عالميا. واشترت شركة كروكس شركات أخرى مثل شركة جيبتس واللي بتصنع زينة الأحذية. لكن عام 2008 تأثرت شركة كروكس بالأزمة المالية العالمية وانخفضت مبيعاتها، مما أدى إلى انخفاض سعر أسهمها وتم الاستغناء عن عدد من الموظفين. ثم جاءت مشكلة جديدة عندما اتهمت شركة سيلكت شركة كروكس بانتهاج براءة اختراع لمادة مشابهة لمادة الكروسيت. وبعض مصنعين الأحذية المقلدة اتهموا كروكس بأنها نفسها نسخة مقلدة من حذاء إيطالي قديم كان سكوت عارف بوجوده. كل الاتهامات دي جعلت سعر السهم يتدهور أكتر، ومع ذلك استمرت كروكس في البقاء. بين سنة 2008 ل 2018 كانت شركة كروكس بتصارع للاستمرار، لكن فجأة بدأت الأمور تتحسن بفضل الحملات التسويقية الذكية وتصوير بعض المشاهير وهم يرتدون أحذيتها. بدأت كروكس تعود تدريجيا إلى الواجهة. من المثير للاهتمام إن شركة كروكس جربت تصميم أقل قبح، لكن إنها اكتشفت إن قوتها الحقيقية تكمن في شكل التصميم، وده لأن الناس ربطت شكل الحذاء مع اسمه. وبدأت شركة كروكس تروج لفكرة القبول والتفرد والإبداع، ومع عقد شراكات ذكية مع نجوم مثل جاستون بيبر وبوست ميلون. وحتى تعاقدت شركة كروكس مع علامات أزياء راقية مثل بارنيز وبلينسياجا، وأنتجت تصاميم مخصصة ظهرت على منصات الموضة في باريس وتم بيعه فورا. وواحدة من أكبر المكاسب لكروكس كانت خلال جائحة كورونا، وبينما عانت معظم شركات الأزياء
ازدهرت كروكس وقفزت مبيعاتها بنسبة 300%، وفي سنة 2021 سجلت كروكس أعلى إيرادات لها على الإطلاق 2.3 مليار دولار. وعلى الرغم من أن عالم الأزياء بيتغير باستمرار، أثبتت شركة كروكس قدرتها على الصمود من 20 سنة حتى الآن، وأصبحت علامة تجارية عالمية، مما يعد إنجاز ضخم لمنتج وصفه مؤسسيه بأنه قبيح. وبكده تكون انتهت الحلقة النهاردة، وأشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. حسام محمود،